انت عشان تخس لازم تخلي جسمك يعمل 4 حاجات اساسيه: انه ما يوقفش حرق، انه ما يخزنش ميه واملاح، انه ما يخزنش دهون في اماكن تشوه منظر الجسم، انه ما يبعتش اشارات جوع مستمره للمخ. ودول هم المشاكل اللي بتواجه اي حد في الدايت. طيب والحل ايه يا كوتش؟ هقول لك بس ما تستعجلش. بص يا سيدي، الحل عن طريق 3 حاجات اساسيه: اكلك يكون عباره عن 3 وجبات اساسيه، والوجبه تكون مكونه من بروتين ونشويات والياف لازم في كل وجبه، و2 سناك سكريات بسيطه زي مثلا ثمره فاكهه او دهون صحيه زي المكسرات. وكده هيكون في حرق مستمر ووقف اشارات الجوع. تاني حاجه الرياضه، وخصوصا تمارين المقاومة والبعد عن أي أكل غير صحي مليان دهون متحولة أو سكر أو زيوت، وده هيجبر الجسم إنه يعلي مقاومة الأنسولين. تالت حاجة العلاج الرباني وهي المية. لو دخلت كمية مية فوق 3 لتر يوميا كده الجسم مش هيخزن مية وأملاح ومش هيبعت إشارات مستمرة بالجوع. صدقني تقصيرك في أي حاجة من دول يبقى في الغالب هترجع تزيد نفس الوزن اللي خسيته. وحتى لو ضغطت على نفسك وما اكلتش عشان نزول سريع في الوزن يرضيك لما تقف على الميزان، كده انت بتدمر جسمك من جوه ومش هيخدم معاك كتير بنفس الاداء طبعا، غير ان الحرق هيقل وهتخزن دهون ويكون عندك احساس مستمر بالجوع. بس يا سيدي،